لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني هشصت هجده لواني كاي تفسير القرآن في رزبيم وخزمتان ومبستي رزامندي رب العالمين وهيوادان ايوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. بەڵێ خۆشەویستان وەکو لە وانەکان ڕابردوو باسمان لە ئاەتەکان پێشووتر کرد کە خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالە باسی لەو کاتە کرد کاتێکەوە موسا عەلەیهی سەڵات وەسەلام لە میقات بابڕین لە کاتی دیاریکراو دەستە سەر چێوی تووڕ تاوەکو لە خزمەت ڕەب العالەمین لەوێن دەرێ خوای گەورە کەلامی ڕاستەوخۆی لەگەڵ بفەرمی و هەروەها تەوڕاتی پێبەخشی لەو کاتێکەوە وەکەلەمەه موسا کاتێکەوە کەلامی ڕاستەوخۆ لە نێوان موسا عەلەیهی سەڵات وسەلام لەگەڵ ڕەب العالەمین بەبێ واستەی مەلەک لەوێن دەرێ ئەنجام دەدرێ ئیتر موسا عەلەیهی سەڵات وسەلام داوا لە خوای گەورە دەکا و دەفەرمی ئەرینی ئەنظور ئیلەیک یا ڕەبی خوای ڕێگام بدەکەوە بتبینم. ئیتر لەوێن دەرێ وەکو لە ئاەتەکەدا باز دەکا لەن تەڕانی ناتوانی بمبینی و پاشان خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالە خۆی نیشانی چیاددا و چیاش تەفروتونا دەبی و نامینێ و تەحەمولی بینینی ڕەب العالەمین ناکە. ئینجا لە دوای ئەوە موسا عەلەیهی سەڵات وسەلام تەوبە و ئیستیغفار دەکا و ئیعلان دەکا یەکەم ئیماندارم. ئیتر لە دوای ئەوە خوای گەورە پێی دەفەرمی یا موسا ئینی اصطفەیتوکە عەلە الناس. یا موسا ئەمن ئەتوم هەڵبژاردە لەسەر هەموو خەڵکی بریسالاتی وەبیکەلامی ئەتوم تایبەت کرد لەناو ئەو هەموو خەڵکەی کە وەکو پێغەمبەرێک خوای گەورە هەڵی بژاردێ هەم بە ریسالە و پەیام هەم بۆی کەوا تایبەت بۆی کەوا قسە لەگەڵ خوای گەورە دەکەی بەبێ واستەی مەلەک. فەخود ما ئاتەیتوک دەی ئەوەی پێت بەخشرایە وەری بگرە وەکن من الشاکرین ئەو هەندە بەسە شکرانەی لەسەر بکە. بەڵێ وەکو لە تەفسیری قاسمی دەڵێ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس أي اخترتك على أهل زمانك لسر أهل زماني تو أو خلقيك ولا زماني تو داجين أتوم لنا وهموان هالبجاد وآثرتك عليهم أتوم لنا وهموان ببيشي خست برسالاتي وكل تفسيري سعدي دات التي لا أجعلها ولا أخص بها إلا أفضل الخلق أو رسالة بياماني خوم تنها كسانك تايبت دكم كوا أفضل الخلق كواتا پیغمبران عليهم الصلاة والسلام أفضل الخلق ساكترين خلقينا كواتا أتويق لو كساني كواتا تايبتم كردي كردم با پیغمبر وهروها بيامي خوم بيد بخشم وبكلامي وهروها كلامي خوم وخواهي قد فرمي كلام أي وبتكليمي إياك كواتا يقلو پیغمبراني كواتا تايبت كرا بوي كواتا كليم الرحمن يتر باقي پیغمبران هر هموي تنها بابلين جبريل وحيان لوديني عليه الصلاة والسلام بلام موسى عليه الصلاة والسلام يقلو پیغمبراني كوا بيدا قتري كليم الرحمن يكل پیغمبران أولو العزم كوا راستوخو خواهي قرق سيلي قال فرموا طبعا أو شرفة عيني بپیغمبري خوش ما بخشري صلى الله عليه وسلم لو كاتي كوا معراز دكا عين راستوخو خواهي قرق سبحانه وتعالى كلامي لقل دفرمي ونيجي لسر فرز دكا فخذ ما آتيتك وكل قاسم أي ما أعطيتك من شرف النبوة والمناجات دي أوي كوا بيد بخشرا لو شرف قوري كوا بيغمبراتي وهو مناجات بتايبتي وبيه واسطي ملك لنيوان خواي قول لقلبي الردة أو بيد بخشرا أون دا ورقرا وكن من الشاكرين وهروها شكرانە بژێر بە لە ڕیزی ئەو کەسانە بە
كوا شكران بجهري دكن لسر ناز نعمته لا تفسير معارج دل نادى الله موسى بنداء البعيد قال يا موسى يا ديار لزمان عربي بيقول نداء البعيد وتلبو كسيك بكار هندريا كوالا دور بي مع كمال القرب لكاتك دا كوا أو برين زيك الأخوة جور سبحانه وتعالى لبرسي للإشعار ببعد المسافة المعنوية بين الرب وبين العبد كواتا أجرتي نزيج شوا أخوة جور مباشر قصير قال دكاتن بلام تاوكو تيمان بجيني كوا مسافة معنوي لنيوان پروردگار ولنيوان بنده هرچند أو بنده لنزيكان أخوة جور بي مسافة شي هر زورا بله دیاره او دوشتی که خواهی گولی داده فرمی اینی اصطفیت که على الناس برسالاتي وكو لما عرج داله برسالاتي بجمع هاتية مراعاة لما كان يكلفه إياه آنا فآنا كواتا برسالاتي تندين بيام بيد بخش كواتا جار لدواي جار خواهي گولی وحي لو داده بزاندو بيامي بيد بخشي كوا بخل شراب جينا بقراءتش كشهاتية برسالتي إني اصطفيتك على الناس برسالتي بمفرد كواهمو بيامكي دقريتوا ومع أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد فضله الله عز وجل على جميع المرسلين طبعا إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي إتر خواهي قول باز لو كوا شرفي بو بيغمبرا بخشية كميان بيغمبراتي دوام تكليم إتر پیغمبری خوش مصر رسول گوتمان این خواهی گور شرفی اوی پی بخشی کوا لسدرة المنتهى راسته و خواهی گور کلام لقل فرمو بلام لقل اوش كخواهي گور وكو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لحديث صحيح أنا سيد ولد آدم ولا فخر كواتا بيتن رادا جينم كوا بفضلي خواهي گورا من گورترين أولاد آدمم بلام نقوكو فخر راي بجينم وكو خبره كواتا فقد فضله الله على جميع المرسلين لسد هموان تفضيلي كردي أخوائي قول سبحانه وتعالى سلام بيغمبران فإن الرسول لم يسمح لأمته بأن يفاخروا برسولهم فلما قالوا صلى الله عليه وسلم الرجاء ندى أمتكي فخر شانازي بكن بسر بيغمبران ككقوايا لسد أو أساسيك وبيغمبري صلى الله عليه وسلم كبفعلي سيد المرسلين فلما رجاء بيندى نبو مسلمان كوا لسر أهل أديانك عندك بوشت بنازن ويخيروه على سائر الرسل لما في هذه المفاخرة من تنافس دافعه الأنانية في دوائر الأمم والشعوب والرغبة في استعلاف الأرض كواتا في صلى الله عليه وسلم دفرمي أنا سيد ولد آدم ولا فخر يأخذ وكل حديث كدفرمي أمني بسر بيغمبراني ديكا بابرين بتساكتر دامن لقل أوش كوا سيد ولد آدم وسيد المرسلين بلام نهي كردي لمسلمان كوا بوشتي بنازم برانبر با أهل كتاب برانبر با أو كان ديكا لبر أوي أوشت دبيت ماي أوي كا وكبلي أنانيتك دروز بيتن لبين شعوب هر شعبك وهر أمتك كوا هول بداتا خوي بسبيني بسر مقابلكي إن التنافس بالرسل هو نظير التنافس بالأعراق وبالأقاليم وبالهبات الربانية التي لا كسب للناس فيها كواتب راسي التنافس منافسة كن لبيني أمتكان بوي كوا بيغمبري من باشر لبيغمبر تو أنا دلي وكو أوي كوا كسيك فخر بكابا فلانة عرق من فلانة بابلين نسب فلانة ولاتم فلانة أوي كوا أوش تاني كخواي قورة بإنساني بخش ببي هيت كسبك يهنديني أتفخر شاناز بكي فضل خواي بيستش كراني لسر بكي نوك ببتماي أوي يقولوا بيان صلى الله عليه وسلم وكو خبرك بيمان دبخشي كوا سيد المرسلين بلام نهيشمان لي ذكاتن كوا بهيش شويك بابني مفاخرة بوشت بكين إتر وكو لا تفسير معاج ضلي فرع يا موسى حقوق هذا الاصطفاء إني اصطفيتك على الناس برسالات وبكلامي أمن أتم هل بجاد لسر خلشي دي أتوج يا موسى تاوديري رتاوي أو حقي اصطفائك كأم بيتم بخشية فخذ ما أتيتك من تعليمات وبينات كواتا أوي كوابيد بخشرة لا تعليمات خواي قبرة لا تبينات كان وما آتيتك في الألواح التي كتبتها لك بأمري من شرائع وأحكام ووصايا وأوي كوا لألواح لو تمنسية وأوي كوا لألواح لو تمنسية لأحكام الوصايا والمراد بأخذها فخذ ما آتيتك معناتها أخذكتها المحافظة عليها باريزغاري لسربك
والعمل بما جاء فيها وعدم إهمالها كواتا بارزقاي لسر بك كاري بيبك إهمالي نكي بهيج شويك وكن من الشاكرين أي لما أنعمنا به عليك شكرانا بجيربة لسأناز نعمتين كرقل ما كردي والمعنى كن شاكرا من الشاكرين بابا يقلو كساني كوا شكرانا بجيري كان وكو آري كوا اصطفيناه من المرسلين كواتا أتجور ريزي يقلو بيغمبراني كوا شاكرا دائما شكرانا بجيري نعمة خواي قوردكن وفي هذا إلماح له بأن يقتدي بالشاكرين من قبل كواتو إشارة لبوي كوا اقتداء با بيغمبراني بيشوتري خود بك كوان لشاكرين وكو إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام دار الشكر بمعنى سيدي مقابلة إنعام المنعم بما يرضي شكرانا أو يكوا أو نازو نعمتك لقل كردي أتوش لبرانبر أو نازو نعمتانا اشتواب كي كوا الخواي لخود رازي بكي أو ذا بكارو كردوا وياخذ بهر شويك كوا خواي قوري ديو سبحانه وتعالى برانبر بوناز نعمتات بكاري بني لطاعتي خواي قوري سبحانه وتعالى فخذ ما أتيتكم من الشاكر ديارا يقلو نازو نعمتانا ويقلو فضيلتان كوا خواي قوري سبحانه وتعالى بو بيغمبر برزي بخشيبو وقوت ما كوا أولو العزم من الرسل وهروها كليم الرحمن وهروها يقلو اشتتايبتان كوا ألواح خواي قوري سبحانه وتعالى بدستي خوي نسيبي ولا بوي وكل حديث صحيح ده هاتيه بل أوزاوك دفرمي لدواي بي وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين وكتبنا له في الألواح هل دريجي أو آتانك وأخواي قول باز لفضل خويدك على سر أو بيغمبر بريزة وكتبنا له في الألواح لألواح لبوما نوسيوة من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء كواتا موعظة وآموش قاري لبوها مش تكتدا والتفصيلات أحكام كانها مش تشتدابو فخذها بقوة بعزيمته وربقرة وأمر قومك يأخذ بأحسنها فرمان بقومك اشتبك بتساكتريني وربقرن سأريكم دار الفاسقين بشان تان دم جيغاي أو كساني كوا فاسقا كواتا كولوان ورد جيريتو ببني إسرائيل دبخشري مريو زاو كولا تفسير كيدا تفسير آتش لما عارج دالي وكتبنا له في الألواح اللوح كل صفيحة عريضة من خشب أو عظم أو غير ذلك صفائح الحجارة كواتا لوح وكو هر بابلين لا بريك وكو بانتايك كوا شتيشي بان بيتن أو زلدار دروس كرابي يان لا إيسك بي كوا لا بابني إيسشي وشك بوش عيني بيشتري إيسشي وشك بو ياخد دار يان هر شتيشي ديكا حتى برد كوا بان بيو لي بنسريتن بيغوتري لوح معلوما معناه كي جاء في سفر الخروج هل معارج جاء في سفر الخروج عند أهل الكتاب كوا التوراة لسفر الخروج هاتيا كوا لأهل الكتابة أنهما كان لوحين من حجارة ألواح أو ألواح كخواي قرب موسى بخشيبو دو لوح بو كوا لحجارة دروس كرابو لبرد دروس كرابو زاوكو معارج دالي أقول واتحبنا كميدين دالي ولا يبعد أن موسى عليه السلام كان قد أعد اللوحين من الحجارة بين عند دورنيا كوا بفرماني خوا سبحانه وتعالى موسى أو دو لوحي آماده كردبو لبرد ليكتب الله له عليهما ما كان قد وعده تاوكو خواي قور سبحانه وتعالى سر أودو لوحة لو يبنسيتو أو يكوا وعدي بيدا من أن يسجل له ولقوم من الدين ما يأتونه وما يذرونه بويكا وعدي بيدابو تفرمان شان بيدك وتقدغ كلاوش يعني لقدغتك لسر أو لحليان بنستو ولهذا عرف الله في الألواح بأداة التعريف لو يا إخوائي قوري دفنمي وكتبنا له في الألواح بألف لام التعريف هاتيا التي تفيد التعيين كواتا بيدا سي خواي قوري فرماني في كذبي أو دلوحة آماده بك موساش عليه الصلاة والسلام لبرد آماده كذبو خواي قوري تاوكو لو يبنوسي توا كوا تسيل السريان فرز ذكاء وجاء في سفر الخروج أيضا هل سفر الخروج هاتيا عين التوراة أن الله كتب له اللوحين بإصبعه على الوجهين من كل لوح منها يتر لسر أودو لوحة خواي قور ببانزي مبارتشي خوي لسر أودو لوحي لهور دو روي لوحكي لبوي نسيبه أو زوكو ضلي فتكون بذلك 4 ألواح باعتبار وجوه الكتاب كواتا دو لوحة
لە هۆر دوڕی نووسرایەتەوە کاتە دەکات چار لاپەڕە لە وەحکەوە لە بەرد بووە. ئیتر وەکو ابن كثير دەڵێ ففي الصحيح أن الله كتب له التوراة بيده لحديث صحيح پیغمبر صلى الله عليه وسلم كخواي جور سبحانه وتعالى التوراة بدست مبارك خلو نسيبه وفيها مواعظ عن الآثام مواعظ تداب موعظة تداب كوا آموجگاری كدور كون لجناه تاوان وتفصيل لكل ما يحتاجون إليه من الحلال والحرام وتفصيلات تداب لبوها مو أشتي كوا بيستان به لحلال والحرام خواي جور لبوي دياري كردبون والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.